ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. تساؤلات كتير قوي بتتبعت لي، مع اني جاوبت عليها من اكتر من في فيديو، بس الناس ممكن ما تبقاش شافت الفيديوهات دي. امتى ادخل حقوق عربي وامتى ادخل حقوق انجليزي؟ طيب انا كمنى ادخل حقوق انجليزي. طيب هي حقوق انجليزي هتخليني ادخل هيئات قضائيه؟ طيب هتديني اولويه؟ الاولويه في التقدير. بمعنى انا حقوق عربي وحقوق انجليزي مش هدخل مكان او هتعين في مكان الا اول حاجه تقديري. طيب انا جبت تقدير مقبول وخريج حقوق انجليزي، هقبل في حاجه؟ لا، مش هتقبل في حاجه. ليه؟ لان اهم حاجه التقدير. طب وما كده يبقى فايده حقوق انجليزي ايه؟ فايده حقوق انجليزي في القطاع الخاص. بمعنى ايه؟ بمعنى اللي بقالنا حوالي 6-7 سنين من اول ما ظهرت حقوق انجليزي وبدات تزدهر قوي وبقت في جميع الجامعات تقريبا، بدأ يبقى مطلوب في البنوك أكتر حقوق إنجليزي، بدأ يبقى أكتر مطلوب في الخارج. الحصيلة اللغوية طبعا في الإنجليزي يفضل إن هو يكون خريج إنجليزي لو كشغل. بدأ يبقى موجود في القطاع الحكومي حاليا حاجة اسمها الترجمة القانونية. الترجمة القانونية دي انت ممكن تدخلها من حقوق انجليزي او من حقوق عربي، بس طبعا لازم تكون موظف من الاول خالص، لازم تكون موظف في وزارة العدل. فاحنا مش عارفين بكرة جاي ايه، ولكن القادم اكيد محتاج انجليزي، بدليل ان كل المجالات دلوقتي بقت بتقولك اللغه معاك ايه كلها. طيب انا اصلا ضعيف في الانجليزي، لغتي مش بعرف اكتب، مش انا مش مساله حصيله، لا، مساله ان انا بعرف اكتب جمله بالانجليزي. طب انا هستفيد ايه لما اعرف اكتب جمله بالانجليزي او جمله ما بعرفش اكتب؟ ان انت بتعرف لو انت مثلا حقوق انجليزي بتبقى اسرع في الحفظ لو انت بتعرف تكون جمله بالانجليزي. ليه؟ لان انت هتحفظ بالعربي وهتقدر تصيغ انت الموضوع بالانجليزي. طيب انا اصلا ضعيف في الحته دي، يبقى انا ادخل مجال عربي. طيب العربي هيبقى له مجالات؟ ايوه، هو له كل المجالات، بس في القطاع الخاص هيقل شويه. يعني لو انا هقدم شركه او بنك هياخد حقوق انجليزي اكتر، مش عشان حاجه، عشان اللغه مطلوبه مش اكتر. بس حقوق انجليزي لو وقف على حقوق انجليزي وما طورش نفسه في اللغه برضو مش هيبقى قد كده. يعني احنا لازم نمشي في خطين، حقوق انجليزي لازم يمشي في خطين، لازم يبقى جايب تقدير ولازم ياخد كورسات انجليزي بعد اللغه الانجليزيه. تمام. طيب انا حقوق عربي اعمل ايه؟ لان قدراتي اللغويه مش مظبوطه، خد كورسات بعد الكليه. تمام. واكيد كده كده موجود فرصه، يعني كده كده موجوده فرصه في الاثنين، بس انا قلت الحقوق الانجليزي بتتميز في القطاع الخاص اكتر. طيب تمام. طب انا يعني عايزه ادخل حقوق انجليزي وعافر فيها، بس انا امكانياتي الماديه مش يعني ايه، مش مظبوطه قوي. طيب انت عندك مشكله دلوقتي، عندك الجامعه بتاخد فلوس، الانجليزي او القسم الخاص بالانجليزي ده محتاج فلوس. طب انا معيش فلوس، طب انت تأذي نفسك ليه؟ ادخل في عربي. انت واحد بتحفظ عربي كويس، خلاص ادخل في عربي. ما عنديش امكانيات ماديه ليه للكليه او كورساتها او ادخل عربي احقق نتيجه افضل. فانت ما تحاولش ان انت تقحم نفسك في حاجه وتلاقي نفسك جايب تقدير كويس، ولا منك حصلت عربي ولا منك حصلت انجليزي ولا منك عرفت تجيب تقدير. تمام. فهو الموضوع اولويات. انت كويس في الانجليزي، في ناس بتحب الانجليزي اكتر من العربي اصلا، في ناس خريجه مدارس لغات بالنسبه لها الانجليزي اسهل. تمام. انت بتحب الانجليزي، معايا حصيله ان انا اعرف اكتب انجليزي كويس او اعرف اصيغ الجمله انجليزي كويس، معايا فلوس ماديه ان انا ادفع فلوس الخاص الانجليزي او التحاقي بالكليه، معايا فلوس للكورسات، تمام، ادخل حقوق انجليزي. طب انا معيش ده ومش عارف احفظ في الانجليزي، بس هدخل انجليزي عشان ايه؟ ابقى احسن او اتعين اسرع. لا، انت كده خسرت التقدير، انت كده مش هتتعين اصلا، انت مش كده مش هتتعين اصلا. تمام. طيب بالنسبه للجهات الحكوميه بيتاخد عربي زي انجليزي. طيب في سؤال جالي برضو بيقول لي ايه، بيقول لي واحد نصحني قال لي ان حقوق عربي بيتاخدوا معيدين اكتر بنسبتهم بالنسبه لحقوق انجليزي. ده صح ولا غلط؟ ده صح. بس ليه بقى؟ اصلا فرقه اولى في اغلب الجامعات من 2000 ل 4000، وما بتيجي تنتهي السنين كلها بيبقى في حدود 2000. فهو في الجامعه بياخد اول 7 من ال 2000 دول، لكن دفعه الانجليزي بقى هي اصلا الدفعه كلها 200، فبياخد نسبه 3 أو 4.
مش اكتر من كده. ليه؟ لان الدفعه صغيره، هي نسبه وتناسب. هو واخد 7 بس من ضمن 2000 واحد، لكن حقوق انجليزي واخد 3 من ضمن 200. تمام. فهم يعتبروا لو شفتهم من بعيد كده هتحس ان النسبه كلها زي بعضها. تمام. طيب بالنسبة لحقوق انجليزي طنطا، حقوق انجليزي طنطا بدأ التقديم اللي عايز يقدم درجة الانجليزي 35. بالنسبة لجامعة المنصورة درجة الانجليزي بالنسبة معلش درجة الانجليزي بالنسبة لجامعة المنصورة هتبقى 30 فيما فوق. طبعا ده كل المعلومات، ولو حد محتاج حاجة ابعتولي على رقمي 01092 785211. اشوفكم على خير في الفيديو اللي بعده. سلام.